جبت لكم في اشهر حي بتصور فيه مسلسلات واشهر مسلسلات. ده البيت اللي بتصور فيه. وهي من القصر اللي ورانا اللي انتوا شايفينه ده اللي صور فيه مسلسل على ساحل سراير، اهو على البحر على طول. اغلب المسلسلات بتتصور هنا لان هنا المنطقه زي ما شايفين كده هاديه نوعا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام. النهاردة إن شاء الله الفيديو على فكرة جاي من طلب منكم انتم، من طلب المتابعين، والطلب مني كتير جدا ان انا اعمل الفيديو ده. فيديو مميز عشان كده، فأتمنى انتم كمان ما تنسوش الاشتراك في القناة لو مش مشتركين. شوف انا هو بلبي لكم طلباتكم، فانا طلبي الوحيد منكم ان انتم تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديوهات اللي بنزلها، فعشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله. الفيديو النهاردة عبارة عن ايه؟ ان احنا هنروح نزور اماكن تصوير اشهر المسلسلات، يعني اشهر مسلسلات في الوطن العربي تقريبا. اتعرفت مسلسلات تركيا في الوطن العربي، اللي هي مسلسل فضيلة وبناتها ومسلسل العشق الممنوع اللي هو سمر ومهند. فرحت صورتها لكم واتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم. فطبعا الفيديو من عندي انا، كل مره بوريكم ازاي بروح مثلا اي مكان رايحاه، بوريكم الطريق ازاي وركبت ايه ونزلت من ايه. بس دايما يعني الناس يعني ساكنه في اماكن مختلفه عن التانية، يعني مش كلهم نفس الخط بتاعي، فعشان كده دايما الافضل ان انا اسيب لكم دايما الموقع او اللوكيشن بتاع المكان في صندوق الوصف او في التعليقات، فده بيبقى اسهل عشان من المكان اللي انتوا فيه تكتبوا الاسم او تخشوا على جوجل ماب فيديكم الطريق اللي من عندكم تروحوا اللي بيبقى اسهل. فبرضه هقول لهم برضه انا من عندي خط سيري كان عامل ازاي. انا خدت المترو بوس ونزلت محطه مجديه كوي، من مجديه كوي اخدت باص ليفنتورت، ومن هناك اخدت باص تاني على طول على سراير. بس برضو ممكن لو نزلتوا في المترو بوس نزلتوا محطة زنجير لكويو اللي هي المحطة الأخيرة في الجانب الأوروبي من اسطنبول، تنزلوا فيها هتتمشوا شوية. هناك في برضو محطة فيها باصات بتوديكم على طول على سراير، منطقة سراير. طبعا الموقع اللي أنا رايحة له ده في منطقة سراير في اسطنبول. طبعا يعتبر المنطقة دي بعيدة جدا على فكرة، يعني شوف أنا المشوار اللي خدته عشان أصور لكم لعيونكم خد تقريبا ساعتين من الطريق، وبعيد جدا، يعني ابعد من بيبك بكتير جدا، يعني بعد الجسر الثالث، جسر البوسفور الثالث بعديه. فلكم تتخيلوا مشوار قد ايه بعيد. فحتى لو ملاحظين اهو في الطريق تحسوا ان احنا ماشيين وسط غابات، يعني المكان كان بعيد جدا، بس كله فداكم ان شاء الله باذن الله. فاتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وبرضه زي ما قلت لكم هسيب لكم الموقع بتاعه عشان يسهل عليكم ان انتوا لو عايزين تروحوا الاماكن دي، وبرضه في نفس الوقت تكونوا طلعتوا شويه عن الاماكن المعروفه والاماكن السياحيه دي، وتكونوا خدتوا فكره عن اسطنبول. وطبعا اسطنبول كبيره جدا، يعني الواحده هو انا فيها 5 سنين تقريبا، ولحد الان يعتبر ما خلصتش ربعها، يعني ما شاء الله من كبرها. على فكره برضه في طريق من ايمينونو ممكن تاخدوا العبارات، برضه هتجيبكم لحد هناك، تاخدوا لحد اخر محطه اللي هي محطه سراير. ما لقيتوش عباره رايحه لحد سراير ممكن تاخدوا عباره لحد امير جان، ومن امير جان من هناك ممكن تاخدوا اي باص من الساحل بياخدكم على طول على سراير. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم الاسم في صندوق الوصف، فده هيسهل عليكم الطريق كتير جدا. منطقه سراير دي طبعا مشهوره ان هي اغلب المسلسلات تقريبا بتتصور هناك، لان في على الساحل كلها قصور كده، فمعظمها بتتصور هناك. وكمان عشان بعيد عن الاماكن السياحيه فبتبقى الدنيا هاديه، فالتصوير بيبقى بالنسبه لهم افضل هناك. وبرضه في الطريق واحنا رايحين على فكره برضه هيظهر القصر بتاع فيروز هانم اللي هي كانت مامة سمر في المسلسل العشق الممنوع، اللي هو الابيض ده اللي جنبيه مبنى احمر، هو ده القصر بتاع فيروز هانم. هحاول احط لكم عليه علامه كده عشان يظهر، اللي هو عدى في اول الفيديو دلوقتي من شويه. فزي ما شايفين كده ما شاء الله، يعني المنظر هناك، المناظر كلها تحفه هناك، القصور على الكافيهات، وبرضه مطاعم السمك مشهوره جدا كتيره هناك في المنطقه دي. وبرضه تبعدوا شويه، يعني انتوا جوه اسطنبول بس يعتبر بعدتوا شويه عن الدوشه اللي في تقسيم وشوارع تقسيم سيركجي والاماكن اللي معروفه دايما للسياح، بيبقى الناس دايما مركزين هناك. لا، لما تبعدوا تروحوا الاماكن دي تبقى تحفه. بصوا هنا ده القصر بتاع العشق الممنوع اهو، هنا وانا ماشيه بالباص شفته، لان جنبيه على طول المحطه بتاعت الباص على فكره. مع الاجواء الحلوه دي من اسطنبول جبت لكم في اشهر حي بتصور فيه مسلسلات واشهر مسلسلات. ده البيت اللي بتصور فيه مسلسل فضيلة وبناتها اللي هو ده شايفينه، بس دلوقتي تقريبا اتقلب شركة، فيه شركة فمش هنعرف ندخل فيه. وهنتمشى هو على ساحل سراير اهو على البحر على طول. ده اللي مشهور بقى بتصور فيه كل المسلسلات هنا. هنمشي قدام شوية برضو هنشوف قصر لمسلسل تاني دلوقتي هنشوف ان شاء الله. بس من قريب سبحان الله الحاجات دي في التلفزيون بتحسيها كبيرة، من قريب لا، يعني عادي صغير مش كبير قوي، مش بالضخامة اللي بنشوفها.
والدنيا مطر، كل ما طلع عندي صعوبته بالقصر انه بيجي باص معدي ونغطي عليه. المهم القصر اللي ورانا اللي انتوا شايفينه ده اللي صور فيه مسلسل فضيلة وبناتها في منطقة سراير في اسطنبول. انا هحط لكم اللوكيشن بتاع المكان في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله، وتابعوا الحلقة. طبعا كان عندي امل ان انا ادخل اصور من جوه القصر ونعيد الذكريات كده بتاعه المسلسل، او حتى على الاقل من بره الواحد يصور كده مكان العربيات ما داخله وطالعه جوه القصر. بس اللي شغالين هناك منعونا من التصوير، وحتى ان احنا نقرب منه او نصور من جوه، لان دلوقتي زي ما قلت لكم المكان بقى شركه، فصعب ان الواحد يدخل يصور فيه. زي ما قلت لكم المنطقه هنا كلها قصور قديمه، وفيها يعني اغلب المسلسلات بتتصور هنا، لان هنا المنطقه زي ما شايفين كده هاديه نوعا ما، غير اسطنبول الناحيه التانية هناك بتبقى زحمه شويه وسط البلد. فهنا ناحيه سراير دي بتبقى بعيده عن الدوشه واماكن السياحيه والكلام ده، عشان كده اغلب المسلسلات بتبقى بتتصور في المنطقه دي عند القصور دي، او عند الجانب الاسيوي اللي هو مقابلنا الناحيه التانية هناك. فهنتمشى كده لقدام شويه، هنشوف القصر بتاع المسلسل العشق الممنوع مهند وسمر. بعديه بشويه على طول، هو ظاهر من عندي من هناك، بس هوصل له واصوره له. بس طبعا الاماكن دي يفضل ان انتوا تيجوا بدري، يعني بالنهار، يعني بدري. انا جايه متاخر شويه، مع اني مش متاخر قوي، يعني دلوقتي الساعه 5، بس تحسوا ان الوقت كأن الساعه 7 او 8 بالليل، لان النهارده طول اليوم مفيش شمس، الدنيا غيوم زي ما شايفين. هو الجو تحفه بصراحه، حلو، مش البرد الجامد الايام دي، الجو حلو جدا. بس مع المطر الواحد ما بيستمتعش قوي في الاماكن اللي زي دي. بصوا المنظر هناك جوه عامل ازاي. هي منطقة سراير عامة كلها حلوة، يعني معروفة ان هي منطقة المشاهير والمسلسلات وكده. بصوا اهو قصر فضيلة وبناتها من هنا، ما كملناش دقيقة مشي اهو القصر بتاع سمر ومهند اللي هو اللي جاي ده، شايفينه؟ هحاول اصور لكم من قريب كمان، يعني قريبين جدا من بعض. هي نفس المحطة هتنزلوا فيها وهتيجوا هنا. ممكن تيجوا بالعبارات، المحطة بتاع العبارات قريبة من هنا، هسيب لكم برضو اسم المحطة، او ممكن تيجوا بالباص زي ما احنا جينا بالباص كده. الباص من ليفنت بنركب الباص، هحط لكم رقم الباص برضه، يعني انتوا لو جايين من ناحيه مشجيه كل الاماكن دي هتيجوا من ليفنت. اهو هو ده القصر، يعني اللي جنبي ده مشوه المنظر، بس برضه ده اتفتح تقريبا، اتعمل دلوقتي زي متحف او شركه حاجه زي كده، وللاسف برضه ممنوع الدخول فيه. شايفين؟ انا هحاول اسيب لكم لقطات من المسلسل كمان مع القصر عشان تفتكروه، لان المسلسل طبعا بقاله كذا سنه. شايفين؟ هي دايما العربيات كانت بتدخل من هنا اهو. منطقة سراير دي الناس اللي ما تعرفهاش مثلا، دي بعد بيبك، يعني منطقة بيبك طبعا معروفة برضو ومشهورة، ومنطقة الأغنياء نفس الشيء منطقة سراير دي برضو، بس الأول بيبك وبعد كده منطقة سراير. على فكرة في باص برضو من بشكتاش بيجي لحد هنا، يعني انتوا لو جاي من نواحي بشكتاش، الناس اللي قاعدة هنا عارفة بشكتاش، ففي باصات برضو من بشكتاش بتيجي الخط ده. دي مواعيد العمل بتاعت القصر اللي هو بتاع العشق الممنوع. راكبين باص، هي دي المحطة اللي هتنزلوا فيها قدام القصر على طول. طبعا احنا بما ان وصلنا متاخرين برضو ما قدرناش ندخل القصر ده للاسف الشديد، كانت الدنيا زحمه جدا واحنا جايين في الطريق. فانتوا لو هتيجوا القصر ده تدخلوا عادي بتاع العشق الممنوع، لانه دلوقتي مفتوح كمتحف للسجاد القديم التركي، فممكن تيجوا عادي جدا، بس تيجوا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 5، بيقفل بعد الساعه 5، بعد كده ما تقدروش تصوروا. بس عامه حتى القصر بتاع العشق الممنوع من جوه ما تقدروش تصوروا فيديوهات، تصوروا صور عاديه بس، فصور عاديه مسموحه، لكن فيديوهات ممنوعه. ممكن تصوروا فيديوهات في الحديقه بتاعه القصر، فاللي عايز يجي من الساعة 10 للساعة 5. هو المحطة جنب القصر على طول، ركبنا الباص 40 بي هياخد بيودينا، ممكن تنزلوا بشكتاش او تنزلوا زنجير الكوير وهتاخدوا المترو باص 40 بي على طول من جنب القصر على طول يوديكم على هناك.
طبعا مع الاسف الشديد ان احنا ما عرفناش نصور القصور من جوه، مع اني كان نفسي اصور لكم من جوه، بس يلا حظنا بقى جه على كده. فان شاء الله حظ اوفر في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله، ونحاول نروح بدري تاني بعد كده. بس والله كان الطريق زحمه جدا، كانت الدنيا واقفه، والناس عارفه هنا في اسطنبول يعني وقت طلوع الناس العصريه دي بيبقى الجو او الطريق زحمه جدا. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو اذا عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله. This is yours, tripping on the sky.